تخيل أن تفتح هاتفك هذا الصباح وتجد مواقع التواصل مشتعلة، مقاطع مباشرة من شوارع المغرب، مظاهرات، دخان يتصاعد، طرق محروقة، واحتقان شعبي غير مسبوق. أصوات الشباب تهز المدن والقرى، شعارات الغضب تتعالى، والدولة في حالة استنفار قصوى. ما الذي يجري؟ ولماذا وصل الوضع إلى هذه الدرجة؟ هذا ليس مشهداً عابراً، بل واحدة من أكبر موجات الاحتجاجات التي يشهدها المغرب في السنوات الأخيرة. القصة تبدأ من جيل جديد، جيل زد تيومي 12، شباب يستخدمون العالم الرقمي كسلاح، ينسقون عبر فيسبوك وتيك توك وإنستغرام ويحولون الاحتقان الافتراضي إلى واقع في الشوارع. خرجوا يطالبون بالتغيير، بإصلاح التعليم الذي يرونه منهاراً، بالصحة التي يعتبرونها حقاً أساسياً، بمحاربة الفساد الذي يرونه ينخر المؤسسات، وبالعدالة الاجتماعية التي طال انتظارها. لكن سرعان ما تحولت بعض المسيرات السلمية إلى غضب جامح، فأضرمت النيران في الطرق، أغلقت الشوارع الرئيسية، وتوقفت حركة السير في مدن مثل الدار البيضاء، الرباط، وجدة إنسكان، تزنيت وآيت عميرة. المشهد يزداد توتراً مع كل يوم. المحتجون يقولون إنهم تعبوا من وعود الإصلاح التي لا تتحقق، ويعتبرون أن الدولة تركز على الملاعب الضخمة والمشاريع الكبرى، بينما الأحياء الشعبية غارقة في التهميش، البطالة، وغياب الخدمات. بالنسبة لهم، حرق الطرق ليس مجرد تخريب، بل صرخة قوية، محاولة لإجبار الجميع على سماع صوتهم. في المقابل، السلطات تعتبر أن هذه التصرفات تهدد الأمن العام، وأن الاحتجاج له حدود يجب ألا تتجاوز. فقامت الشرطة باعتقالات واسعة شملت العشرات ممن أغلقوا الطرق أو رشقوا عناصر الأمن بالحجارة. التوتر بلغ ذروته حين تداولت فيديوهات تظهر مواجهات مباشرة بين قوات الأمن والمتظاهرين، وهتافات غاضبة تقابلها صفوف من عناصر التدخل السريع. المنظمات الحقوقية دخلت على الخط، محذرة من استخدام القوة المفرطة، ومؤكدة أن الدستور المغربي يكفل حق التظاهر السلمي. لكن السؤال الأكبر، هل ستظل هذه المظاهرات سلمية في جوهرها؟ أم أنها قد تنفجر إلى ما هو أكبر مع اتساع رقعة الغضب؟ اليوم المغرب يقف أمام لحظة فارقة. الحكومة تقول إنها تستمع إلى المطالب ومستعدة للحوار، لكن الشارع يريد أفعالاً ملموسة لا وعوداً جديدة. الناس يتساءلون، هل سنرى إصلاحات جذرية تنهي الفساد وتعيد الثقة، أم أننا أمام مواجهة طويلة بين الدولة وجيل جديد لا يخشى التصعيد؟ إنها ليست مجرد احتجاجات، بل معركة على هوية المستقبل. جيل كامل يريد أن يكتب فصله الخاص من التاريخ، جيل يرفض الصمت، جيل مستعد لأن يدفع الثمن من أجل أن يعيش بكرامة. المشهد مفتوح على كل الاحتمالات، فهل ستستجيب الدولة قبل أن يتحول الغضب إلى انفجار أكبر؟